صباح الخير، صباح العافية، صباح الأشياء الحلوة. نبدي يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد. قولوا لي شنو رأيكم بالترتيبات الجديدة؟ طبعا هذا آخر يوم إن شاء الله بسنة 2023، وآخر فيديو راح أنزله بسنة 2023، وبي إن شاء الله تحضيرات لسنة 2024، وإن شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية والرزق وراحة البال. إن شاء الله يوم 1/1 عندي ضيوف على الريوق، احنا بالعراقي نقول ريوق، على الفطور، وراح يعني راح أشارككم وياي أول بأول أول تحضيراتنا إن شاء الله. وأنتوا تدرون يعني لما يصير عندي ضيوف تصير عندي تحضيرات، يعني قبل بوقت أو قبل بيوم أجهز حتى اليوم ما يكون كل شي ما عندي. هنا أنا عندي هذا الكاكاو، شوفوا لي هاي النوعية، كاكاو دارك 55%، وهذه 99%، وهذه النوعية 83. دائما أجيب من هذا للضيافة، وأي خطار يجي لي حتى اللي ما يحب الكاكاو يحبه. هذا 90%، نوعيته كلش طيبة، هن كلهم طيبات، بس شوية 99% طعمه مو هالقد يصير. الكاكاو الدارك اشتري الكيلو ب10، هذا الكاكاو الدارك، والجوز بعد كلكم تعرفونه ب3.5. همين ان شاء الله همين اريد اسوي كليجة من عنده، واذا قدرت ان شاء الله اليوم اسويها ان شاء الله. الفرزات اما الريوق راح يصير متنوع ان شاء الله، وطبعا راح اشارككم وياي اول باول. هنا انا مسويه عجينه، ما صورت لي، انا دائما اسوي العجينه وياكم، وهواي عندي فيديوهات عن العجينه، فراح اسوي هيك مناقيش بزعتر وجبنه، واسوي كم وحده هيك بابروني، خاف الاولاد يعني ما يحبون جبن وزعتر وهاي السوالف تعرفون. هنا هاي العجينه مالتنا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بدي نشكل بيها. طبعا هسه قبل يوم اكملها حتى يوم ثاني يكون ما عندي شي، واقدر بالقلاية الهوائية يعني احميها. غيرت المكان لانه شفت شو ضلمة، ما اعرف شنو السبب، فانا بالمناقيش افرش العجينة مرة واحدة واقطعها باي شي عندكم، كوب باي شي. اي كوب عندكم، ما راح اسويهن كبار، لانه حتى اللي ياخذ قطعة يكملها كلها، فاقطعها كله وارجع لكم. هسه مباشرة الزايد اشيله حتى يرجع يختمر مرة ثانية على ما اكمل الوجبة الاولى. شوفوا القطع شلون صغيرة، بس شوي اوسعها واصفطهم بالصينية. هاي هنا هسه خليت زعتر وزيت الزيتون، واخلي مثلا جبن، اي نوع جبن عندكم تقدرون تخلون، فتيجي تعطي جمالية للريوق. هنا هسه الصينية الاولى ندخلها للفرن، وهذه الصينية الاولى طلعت من الفرن، وهسه اخلي الصينية الثانية اللي هي جبن وزعتر.
الوجبة الثانية. شوفوا لي اللي بالجبن والزعتر، شوفوا لي جمالها، شوفوا. يعني هسه مال واحد يعوف الغداء ويصب له استكان شاي وياكل هاي الفطائر او المناقيش، نفس الشي، كلها نفس الشي. وطبعا من شويتها لانه خفيفة شعلت الفوق وجو بنفس الوقت يعني. وهنا كملت مناقيش الزعتر والجبن، وهنا أنا سويت جبن وبيبروني، خاف ما يحبون الزعتر. ومن أكمل باقي ترتيبات همين أبديها وأصورها وياكم. صباح الخير يا وجه الخير، صباح الخير والعافية والرزق وراحة البال. نبدي يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد، ونبدي السنة الجديدة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا ربي سنة خير ورزق وعافية وراحة بال. قعدت متأخر طبعا، تليفون ما دق، قعدت الساعة ب8، يعني أول ما قعدت باوعت للمطبخ ما أعرف شنو أسوي، ظليت محتارة. فقلت أول بداية خليني شعلت الكابسة وراح أسوي اللفات اللي دائما أسويها وياكم، اللي هي بريد وهذا الجبن الشرايح. طبعا هاي النوعية من الجبن تكون كلش رخيصة وكلش طيبة، ومن تخليها بالحرارة رأسا تذوب. فخليت كل قطعتين جبن، طبعا أنا كل مرة أخلي قطعة واحدة إلي بس، لأنه يعني راح يجي لي ضيوف أريد أراويهم إنه اللفة شلون هيك مليانة جبن، يعني هي كل ما تصير مليانة جبن تصير طيبة. وبعدها بديت طلعت عجينة الكاهي من الفريز. هذه العجينة اللي دائما أقولكم خلوها بالفريز، يمتى ما تحتاجوها مباشرة تطلعوها. فطلعتها من الفريز مباشرة، شعلت الفرن، شعلت الفوق والجو بنفس الوقت. وتقدرون تخلوها كاملة، بس أنا لأنه أريدها ضيافة فقسمتها بالنص. باعولي هنا بعد ما طلعتها من الفرن شكلها يجنن، أطيب من الجاهز. وهذه الصينية الثانية همين طلعتها من الفرن، تقدرون تخلولها شيرة أو تقدرون تخلولها عسل براحتكم. أنا هذا الشيرة سويتها قبل يوم، وإن شاء الله راح أخليلكم مقاديرها همين بصندوق الوصف. وبعدها سويت بانكيك على السريع، خلطته وهمين المكونات راح أحطكم إياه بصندوق الوصف. سريعة وطيبة والأولاد كلهم يحبوها. بسرعة سويتها، خلطتها. وبعدها بديت سويت ترامز الشاي. هذه النوعية من الترامز مضبوطة 1000%. أخذتها سفرة من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 4 العصر وهو حار. فجهزت الشاي حتى يكون كل شي عندي جاهز، من يجون ما أقعد أركض وأروح وأرجع، لا كل شي جاهز. خليت أظرف الشاي اللي دائما أشربها وياكم مثل الليبتون، أقيس الترمز أشوفه كم كوب يشيل، أخلي بعدد الأكواب أظرف شاي، راح يصير عندكم مضبوط 1000%. هنا أنا كملت الشاي وخليت بيه هيل. من تخلون الهيل بالترمز يظل يخمر على راحته. بعدها بديت أشكل البانكيك. وطبعا تقدرون تسوون، أنا عندي الكابسة بس قلت الطباخ شوي يصير أسرع، وأكيد أول وحدة لازم تخرب لأنه الحرارة ما تعرفوها بالبداية، والتاوة تصير كلش لازم حارة. فأول وحدة من الخساير، وبعدها نبدي تشكل ويانا البانكيك. وأكيد راح أخلي لها نوتيلا وأي فاكهة عندكم، نوتيلا، زبدة اللوتس، تقدرون تخلوا لها بستاشيو، أي شي تقدرون تخلوا لها عسل، شيرة، اللي متوفر عندكم تقدرون تخلونه. طبعا همين ما خليت القبق مالت الحافظة لأنه كان بطيء وأنا مستعجلة، فشلت القبق، ولا أنا ناوية أخليها يعني بالقبق. بعدها هنا استعملت ماعون الغزالة اللي راوتكم إياه بالمشتريات، خليت بيه كلينس. وبعدها بديت بهذه القطاعة مالتي جميلة أقطع السندويشات أو اللفات مثل ما تسموها براحتكم، فحتى تعطيني شكل حلو، يعني أرتب من ما أقصها بالسكين. وبعدها هنا بديت، طبعا لازم هو
بورد خشب، بس ما عندي بورد خشب كبير، البوردات اللي عندي كلها صغار. فهنا عندي صواني مساوية 2 غلفتها بالسيليفون، وبعدها بديت أرتب بيها باقي الترتيبات اللي هي خليت بسكت، جبن مثلثات، بعدها خليت تين مجفف، تقدرون تخلون مش مجفف، وبعدها كملت البانكيك اللي ما يقبل يخلص. أحس روحي تورطت بيه لأنه سوالي هوسة بالمطبخ. وهنا بعدها خليت شرايح برتقال همين ينطيني لون حلو بالسفرة، لأنه لازم السفرة شوي تتلون وتعطي جمالية للسفرة. وخليت فراولة، وبعدها هنا أنا عندي جبن ضفاير همين سويته شرايح وخليته، وخيار أكيد ما تخلى السفرة العراقية من الخيار والطماطة، وهمين سويته شرايح خفيفة ورتبته حتى ينطيني هيك إيحاء بالألوان ينور السفرة. كملت الصواني 2، وبعدها رحت همين للبانكيك أريده يخلص ماكو. بعدها جهزت باقي الماعين اللي هي للمربى وللزيتون، وسلقت طبعا بالجهة الثانية أنا جاي أسلق بيض كنت حتى الوقت، لأنه ما أقدر أشيل الكاميرا وأرجعها، فسلقت بيض لأنه خاف أحد مثلا مسوي دايت ما يقدر ياكل أشياء بيها دهن، فأكو بيض سلق يلقاه موجود قدامه. هنا أنا بعد ما خليت البيض كملت الصواني مالتنا. بعدها بديت أشكل البانكيك. أول بداية فكرت أخلي قطعة على قطعة، بعدين قلت لا، راح يصير الأكل مالتها صعب عليهم، كل قطعة بوحدها. وبديت أخلي عليها شرايح من الموز، وبعدها خليت شرايح من الفراولة، وأخذت تشيز تزيين الكيك، خليت بيه خشبتين نوتيلا وشديته وخليته بقلاص ماي حار، بس طبعا ما مبين بالتصوير حتى شنو، حتى يصير عندي سائل. وبعدها عصرت على البانكيك. وهنا كملت السفرة بدايتها هذه هنا الصواني اللي قلت لكم عليها، وكملت الشاي، وكملت حمية الفطائر، وجهزت الماعين، وجهزت سلات الصمون. يعني تقريبا جهزت 90%. بس أكيد ترتيبات السفرة تختلف. هنا أنا بديت أخلي المربى بالماعين، طبعا جبت خواشيك سفري وماعين سفري حتى لا تصير هوسة، ومن أخلص مباشرة ينذبن. والبيض خليته آخر شي حتى يبقى حار، فخليت كل بيضتين ما خليته هواي بيض حتى لا يبقى زايد. خليت عليها ملح وفلفل أسود وقليتها هاي كلش بالنهاية. يلا سويت البيض حتى هيك يعطينا شنو، حتى يبقى حار. وهنا بدينا نفرش السفرة مالتنا ونرتب الترتيبات، وقولولي اكتبولي بالتعليقات شنو رأيكم. وطبعا الكاهي صار يجنن، وهذه السندويتشات همين صارت تجنن. طبعا الكاهي والسندويتشات ما بقت من عدها لأنه صدق كانت طيبة. وبديت أرتب بالسفرة، قولولي شنو رأيكم بالترتيبات وشنو رأيكم بترتيب السفرة، وشنو سويتوا انتو يوم 1/1، وين رحتوا وين جيتوا. وطبعا كانت ببالي هواي أفكار، بس لين قلت لكم قعدت متأخرة ومستعجلة فصارت كل شي ركضة، يعني هواي أشياء نسيت أطلعها. وهنا آخر شي خليت بالنص جبن عرب وزيتون وخيار وطماطة والزبد همين أكيد اللي ما نستغنى عنه، وجيمر العرب أكيد. وهنا الشيرة خليت للكاهي شيرة، وخليت ماعين عسل. وكملت سفرتنا. أتمنى يكون عجبكم الترتيب واستمتعتوا ويانا، ولا تنسونا بمشاركات الفيديو واللايكات الحلوة مثلكم والتعليقات. والله يعني يعجز اللسان عن تعليقاتكم اللي تجنن، يعني والله مرات ما أعرف شنو أردن على ذوقكم وأخلاقكم. واللي هنا خلص يومنا، مع السلامة.